صباح الخير يا عرب. عالم الثلاثاء. ودائما هناك فقرة عن التغذية الصحية مع الدكتور كريم جمال، مدرب التغذية الصحية، عضو الجمعية المصرية للتغذية. صباح الخير دكتور كريم. صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين. يعني موضوعنا النهاردة عن التكنولوجيا وتأثيرها على صحتنا وغذائنا. هل التكنولوجيا جاءت بما هو مفيد أم بما هو ضار في إطار الصحة والغذاء؟ طبعا مما لا شك فيه ان التكنولوجيا سهلت كتير جدا من حياة الانسان، وكل اختراع بيطلع كل يوم هو هدفه الاساسي هو توفير الوقت والجهد، وان الانسان دايما ان هو يكون مرتاح. لكن هل الراحة دي فعلا يعني جت علينا بالسلب او بالايجاب؟ زي ما ليها جوانب ايجابية هي ليها جوانب سلبية. للاسف مع سهولة الحياة واستخدام التكنولوجيا بشكل مكثف، لقينا ان في امراض كتير ظهرت، معظمها مرتبطة بقلة الحركة وقلة المجهود البدني، زي السمنة وما يرتبط بأنها بقى من أمراض زي ارتفاع الكوليسترول وضغط الدم وأمراض القلب والسكر. حاجات كتير جدا كان هدفها إن هي تسهل حياة الإنسان وتخلي جودة حياته أعلى، لكن للأسف أثرت على الحياة بشكل سلبي جدا. طب دكتور كريم، يعني دكتور كريم، يعني نعطي أمثلة لهذه الأمور، يعني حتى يتبين للمستمع الكريم مدى تأثير التكنولوجيا السلبي أحيانا على حياتنا الغذائية وصحتنا بشكل عام. طبعا هو من أبسط الحاجات اللي بنشوفها يوميا، وعلى الرغم من بساطتها إلا إن هي تعتبر من أهم أسباب السمنة في العصر الحديث، أو قلة الحركة وما يرتبط إنها من سمنة في العصر الحديث، هي الريموت كنترول. الريموت كنترول بتاع التلفزيون ده او عامه في اي جهاز من الاجهزه اللي بنستخدمها اثر بشكل كبير على حركه الانسان وخلاها على طول قاعد، مش محتاج ان هو يقوم يروح يوصل للتلفزيون عشان يغير القناه. ده ضيع عليه خطوات كتير جدا او حركه كتير جدا في اليوم، وفعلا بيعتبر من اهم اسباب السمنه في العصر الحديث. نعم. تاني حاجه العربيه، يعني العربيه كانت زمان للناس اللي هي قله القوم، الناس اللي هي الاغنياء جدا، وحتى ما كانوش بيركبوها على طول. يعني كان اي حد عايز يروح مشوار كان لازم ان هو ينزل ويمشي للمكان اللي هو رايحه، او على ابسط حاجه خالص ان هو يركب الاتوبيس، فبيضطر ان هو يطلع لحد اول الشارع عشان لحد المحطه ويركب منها الاتوبيس، فكان في حركه. دلوقتي احنا بناخد العربيه من تحت البيت، بنروح لحد السوبر ماركت نحط فيه الحاجه ونرجع تاني بالعربيه لحد البيت، والسوبر ماركت بنلاقيه على اول الشارع. طبعا دي كل دي حركه ضايعه، وكل دي مجهود احنا بنضيعه على نفسنا. احنا الزمن بتاعنا ده هو اكتر الازمنه في العصور كلها في الوفره الغذائيه. احنا ما عندناش مشكله غذاء مقارنه بالعصور اللي قبل كده، وكل التكنولوجيا الجديده من الهندسه الوراثيه لتكنولوجيا انتاج الغذاء موفره الاكل بشكل مبالغ فيه وموجود 24 ساعه. صحيح. ده ادى مثلا ان الانسان بدل ما كان زمان خالص في العصور القديمه عشان ياكل وجبه لازم يروح يجمع الخضروات او الفواكه او يصطاد الاكل بتاعه، لا بقى من الموضوع دلوقتي ان هو بيتصل بالتليفون عشان يجيب دليفري، والدليفري يجي له لحد عنده وهو قاعد في البيت. طبعا الاكل كله بيبقى معمول بالزيوت والدهون وسعرات حراريه عاليه، في مقابل كمان ان احنا مش بنتحرك وقاعدين طول النهار الليل قدام التلفزيون او مواقع التواصل الاجتماعي. فده طبعا مش يعني بيأثر سلبا جدا على صحه الانسان وعلى وزنه. واحدى الطرق او الخدع اللي بنستخدمها عشان خاطر نستخدمها في التخسيس او انقاص الوزن، لو حد ان هو ياكل فاست فود، ما بنحرمش حد من حاجه، لكن على سبيل المثال لو حابب ان انت تاكل بطاطس مقليه، بدل ما تطلبها من المطعم دليفري، وبدل ما تشتري البطاطس اللي هي نص مقليه وترميها بس في الزيت، لا هات البطاطس اللي هي البطاطس من الخضري وقشرها وقطعها واقليها وكل براحتك بطاطس مقليه، مفيش اي مشكله خالص. لكن هنلاحظ ان لو عملناها بالطريقه دي ان احنا مش هنعملها كل يوم، لان هي تحتاج وقت، تحتاج مجهود. اجيب البطاطس ننزل نشتريها نغسلها نقشرها ونقطعها ونحطها في الزيت، فبتاخد وقت.
فطبعا مش هناكلها كل يوم. يعني باكت بطاطس واحد ممكن يوازي اكل يوم كامل بالنسبه لشخص، او السعرات اللي في باكت بطاطس واحد ممكن توازي تقريبا السعرات الحراريه في يوم كامل بالنسبه لشخص. لو عملناها بالطريقه دي هناكلها مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، لكن مش هناكلها كل يوم، وهنعمل مجهود عشان خاطر ان احنا نعملها. يعني ده هيساعدنا كتير في ان احنا ننقذ وزننا ونتجنب الامراض المرتبطه بيه. يعني دكتور كريم، حضرتك من وجهة نظرك ضرورة مش هنقول التغاضي عن التكنولوجيا، ولكن التقليل من استخدامها والاستعاضة بالحركة كلما أمكن، من خلال طبعا صعود السلالم بدلا من استخدام المصعد الكهربائي، الحركة من خلال المشي يوميا وهكذا. اكيد طبعا ده هيبقى اختيار، لان جسمنا مصمم عشان يتحرك. كنا زمان بنعتقد ان راحة الانسان في ان هو يفضل مرتاح وقاعد بدون جهد، لكن اكتشفنا حديثا ان راحة الانسان بتعبه، ان هو يعمل مجهود يتعب شوية، وهو ده اللي هيريحه، لان الجسم مصمم علشان خاطر كده. زمان كنا بنقول مثلا ان الناس بتاكل سمنة بلدي زمان، وكان يعني على الرغم دلوقتي من استخدام السمن والدهون من اهم اسباب امراض القلب والشرايين، لكن لو كنا بصينا على زمان هم بياكلوا سمنه بلدي، بس ايه المجهود اللي كانوا بيعملوه في مقابل ده؟ هنلاقي ان الموضوع مختلف تماما. نعم. هنلاقي مثلا كان المزارع زمان كان بيروح الغيط من الفجر لحد المغرب، مجهود بدني عنيف طول اليوم، فمحتاج السعرات الحراريه العاليه اللي موجوده في السمنه وموجوده في الاكلات اللي كان بياكلها، والعسل والقشطه والمربى والحاجات دي كلها. لكن دلوقتي احنا قاعدين في البيت وما زلنا بناكل نفس الاكل وبنشتكي ان احنا عندنا سمنه وعندنا امراض قلب وعندنا امراض شرايين. نعم. طيب يعني لو تفضل دكتور كريم مدرب تغذية صحية وعضو الجمعية المصرية للتغذية بنصائح سريعة للمستمع الكريم لكي يتجنب أي أثر ضار لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة فيما يخص الغذاء والصحة. أولا بالنسبة للتلفزيون، قلل ساعات التلفزيون في اليوم لساعة في اليوم، وابدأ اطلع شوف الحياة بنفسك بره، ما تشوفهاش من خلال الشاشة. ده هيخليك سعيد أكتر بحياتك، وفي نفس الوقت هيخليك بتتحرك وجسمك يعني بيتحرك على طول، وده هيخليه مرتاح وهيخليه صحي في كل الوقت. تاني حاجة استخدام العربية، يعني نحاول نخليها في المطلوب أو في الضروري. ممكن تركن العربية بتاعتك قبل المشوار بتاعك مثلا بمحطة، وتنزل تمشي المحطة دي، أو ممكن أنت تركنها بعيد شوية وتتمشى المكان اللي أنت رايحه، أو لو رايحين مكان قريب مش لازم أصلا ناخد عربية معانا. لو رايحين مثلا نجيب حاجة في السوبر ماركت أو نصلي الجمعة، خلي العربية في البيت وتمشى شوية، هتلاقي الموضوع فرق معاك جدا في وزنك. بالنسبة للأسانسير، يفضل طبعا لو ناخد السلالم، حتى لو هناخد دور واحد هيفرق معانا، يعني اطلع دور واحد وكمل بعد كده بالأسانسير. في المترو مثلا، لما بنشوف في المترو بنلاقي الناس كلها مكدسة عند السلالم الكهربائية والسلالم العادية فاضية. ابعد عن الزحمة وخليك انت مختلف، واطلع على السلم شوية، حتى لو هتطلع مرة واحدة وهتكمل بعد كده بالسلالم الكهربائية، هيفرق معاك كتير جدا 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 فوق ما تتخيل. بالنسبة للأكل الدليفري، نقلل من الأكل الدليفري شوية، نعمل أكلنا بنفسنا عشان نبقى عارفين هو بيتعمل ازاي، ننزل نشتري حاجاتنا من السوق بنفسنا. كل ده هيبقى زيادة حركة، وفي نفس الوقت زيادة سيطرة أو كنترول على المكونات بتاعت الأكل بتاعنا، وهو ده فعلا اللي هيفرق معانا بعد كده. تمام. نشكر الدكتور كريم جمال، مدرب التغذية الصحية وعضو الجمعية المصرية للتغذية. شكرا لحضرتك يا دكتور، وصباح الخير دائما معك. شكرا لكم وصباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين. شكرا يا دكتور.